الخطوة التالية في مشروع قانون الإيجار القديم. أول حاجة هنا لجنة الإسكان. اللي بيحصل بعد كده بعد موافقتها دي المشروع بيتعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب، ده أول حاجة. ثانيا بيتم مناقشة بند مشروع القانون قدام الحكومة ويتم التصويت عليه. رقم 3 لو توافق عليه يجوز لرئيس المجلس إرساله لمجلس الدولة لمراجعة صياغته في 30 يوم أو خلال 30 يوم. رابع حاجة لو مجلس الدولة رجع مشروع القانون ده لمجلس النواب، بعد كده رئيس مجلس النواب بيقوم بإرسال لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ولو الرئيس اعترض وده حقه بشكل كامل طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بيتم إرجاعه لمجلس النواب. لو الرئيس صدق عليه بيتم نشره ويعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وفكركم أنا قلت يعمل به مش بيتم الإخلاء عشان بس يكون كلامنا دقيق. ولكن حتى اليوم أعتقد أن لسه بدري نسبيا على أي تطبيق أو صيغة نهائية نقدر نطلق عليها اسم الصيغة النهائية للقانون. وبس كده. اكتب لي في تعليق كنت تعرف الخطوات دي ولا الإعلام خلاك فاكر ان الموضوع خلص خلاص. وشرفونا بالتفاعل عشان نستمر في تقديم محتوى يليق بحضراتكم. ولو على يوتيوب اشترك في القناة، ولو على تيك توك تابعنا. وفي امان الله.